لازم تتقبل فكرة ان في ناس كده مفيش فايدة فيهم. مهما عملت هما كده مفيش فايدة فيهم. مهما كنت طيب معاهم، مهما كنت جدع معاهم، مهما كنت لطيف معاهم، مهما دلعتهم، مهما هيفضلوا زي ما هما، مفيش فايدة فيهم. الدنيا علمتني ان العطاء والحب والمنح ما بيغيرش طبيعة الاشخاص او حتى طبيعة الاشياء. تخيل معايا كده، هات حيطة او حجر، وهات الحيطة كده وافضل حبها ودلعها، والحجر ده تحطه في اعلى مكان عندك، احسن حتة في الدنيا عندك. هل هتستنى او هتتوقع ان الحجر او الحيطة دول هيكبروا بخاطرك؟ هيبقوا طيبين معاك؟ هيحسوا بيك؟ هي الناس اللي مفيش فايدة فيهم هيفضلوا مفيش فايدة فيهم. فيا ريت توفر عتابك وخناقك. عتاب وخناق، هو اصلا بنتخانق على نفس الحاجات وعلى نفس الحاجة، هي مفيش حاجة بتتغير. على فكرة هما بيبقوا عارفين احنا عايزين ايه وعارفين ايه اللي بيبسطنا، بس هما مش عايزين يعملوا بكل بساطة. فنهدى كده ونوفر طاقتنا دي للناس اللي يستحقوها. هما مفهومش فايدة، في ناس كده مفيهاش فايدة.